ليست فرنسا كما كانت وقبل قرون، حيث العصور الوسطى وسيادة ثقافات مغايرة تماماً للسائدة الآن. لم تكن حينها مدينة العطور أو حتى صاحبة أكبر بيوت الأزياء العالمية والماركات الشهيرة. وربما أزمة الحشرات التي تعاني منها فرنسا مؤخراً على خلفية ظهور مكثف لحشرة البق بأكثر الأماكن الحيوية في فرنسا كالبيوت والمحال التجارية وحتى المطارات أعادت للأذهان تاريخ مدينة العطور مع عدم الاستحمام والروائح الكريهة. تلك العادات والتي سادت معظم الأنحاء الأوروبية في هذه الآونة، وليست فرنسا فقط. وفي مذكراته يقول ساندرو ميراي الكاتب والصحفي والمترجم أيضاً إن الأوروبيين كانوا يعتبرون أن الاستحمام كفراً، حيث وصف مبعوث روسيا القيصرية ملك فرنسا لويس الرابع عشر بقوله إن رائحته أقدر من رائحة الحيوان البري، وكانت إحدى جواريه تدعى دي مونتيسبام تنقع نفسها في حوض من العطر حتى لا تشم رائحة الملك. واشتهرت باريس بالعطور الفرنسية، والتي كان السبب الرئيسي في اختراعها أن تذهب الرائحة النتنة الموجودة في أجسام الناس. وعلى إثر هذه القذارة تفشت الأمراض بين الناس، حيث انتشر مرض الطاعون وقد حصد نصفهم أو ثلثهم بين فترة وأخرى، وعليه تقلصت أعداد سكان كبريات العواصم الأوروبية كباريس ولندن، فلم يتعدى تعدادها أكثر من 40,000 نسمة، في حين تجاوزت أعداد المدن العربية والإسلامية 1,000,000. وأصدر ميراي، والذي ولد في بداية القرن العشرين من عائلة برجوازية ذات أصول نمساوية هنغارية، كتاباً يؤرخ لتاريخ الوساخة في أوروبا، بل أيضاً لتاريخ الوساخة في عصره، حين يعترف بأن الاعتقاد الذي كان شائعاً في عائلته الغنية هو أن الاغتسال الكثير يضر بالصحة، فقد كان الأوروبيين كريهي الرائحة. ويقول ميراي في كتابه اعترافات برجوازي: الروس أنفسهم وصفهم الرحالة أحمد بن فضلان كونهم بعيدين عن النظافة الشخصية وتقاليدها، حيث كان القيصر الروسي بيتر يتبول على حائط القصر في حضور الناس. وعن إسبانيا، وفي ترجمة لأحد كتب العالم الأمريكي الشهير جوزيف ماكيب، يقول أن الملكة إيزابيلا الأولى لم تستحم في حياتها إلا مرتين، وقامت بتدمير الحمامات الأندلسية، كما منع الملك فيليب الثاني الإسباني الاستحمام مطلقا في بلاده. وابنته إيزابيلا الثانية أقسمت أن لا تقوم بتغيير ملابسها الداخلية حتى الانتهاء من حصار إحدى المدن، والذي استمر 3 سنوات، وماتت بسبب ذلك. هذا عن الملوك، ناهيك عن العامة. ويقول المؤرخ الفرنسي ديربر: نحن الأوروبيين مدينون للعرب بالحصول على أسباب الرفاهية في حياتنا العامة، فالمسلمون علمونا كيف نحافظ على نظافة أجسادنا، فإنهم كانوا عكس الأوروبيون الذين لا يغيرون ثيابهم إلا بعد أن تتسخ وتفوح منها روائح كريهة، فقد بدأنا نقلدهم في خلع ثيابنا وغسلها. وكان المسلمون يلبسون الملابس النظيفة الزاهية، حتى أن بعضهم كانوا يزينها بالأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت والمرجان. وحاليا تعد باريس في مقدمة عواصم العالم من حيث الريادة في امتلاك أشهر ماركات العطور العالمية، بالإضافة إلى أرقى وأهم بيوت الأزياء. لو لديكم أي معلومات موثقة عن أوروبا وعاداتها في القرون الوسطى بإمكانكم ذكرها بالتعليقات. أما لو لديكم أي قضايا أو موضوعات تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها بالتعليقات.